هدف قصدي مروان عطيه. ايه يا مروان الشوطه دي يا مروان؟ ايه ده؟ شوطه صاروخ بوم في مرمى عبد الرحمن سمير. ايه يا عم الحلاوه دي؟ هو انت كنت محروم من الشوط يا مروان؟ ايه يا ابني الحلاوه دي يا ابني؟ ده شوطه جايه من الدوري الانجليزي، جايه من بيرمي ليج. ايه يا ابني الحلاوه دي؟ وطبعا يعني زيزو سجل الهدف الثاني من ضربه جزاء، هدف التعادل. وطبعا الهدف الثاني لصاحب القضيه محمد مجدي قفشه، صاحب النيه السالكه. هي النيه السالكه بصراحه، ابو قلب ابيض. قفشه اللي كان في وقت من الاوقات كان هيمشي من النادي الاهلي، انه ينزل وبن شديده طبعا كان ينزل وسيبك من الكعب بقى، كان حاجه طبعا روعه قوي من سفيان بن جديده. لكن الشوط الاول يا جماعه شوط سيء قوي من النادي الاهلي. المباراه دي لازم تكون درس للعيبه النادي الاهلي، خاصه لطاهر محمد طاهر، للجزء الدفاعي. الحاله الدفاعيه وحشه قوي. ولا وهنقولها تاني يا جماعه، حط مروان عطيه وياسر ابراهيم وبعد كده حط تشكيل النادي الاهلي. هقول تاني، ياسر ابراهيم واحد من ضمن الركائز الاساسيه للنادي الاهلي في الموسم اللي فات. لازم ياسر ابراهيم يلعب جنب اي واحد من الاثنين، جنب هادي، جنب عمرو الجزار. لازم. وانا مش يعني انا مش متفق على وجود كريم فؤاد كباك شمال بصراحه. نفس لا لازم كريم الدبيس اديله فرصته، راجل على عدلته بيلعب اشول. لكن كريم فؤاد انت كده بتظلمه اما تلعبه باك ليفت، اما تلعبه باك شمال. حاجه غريبه. نفس الكلام. انا لو جينا اتكلمنا على الجزء الهجومي، لازم منصف بكرار عنده احسن من كده. لا عمل لمسه في مره ماتش الاسيست لزيزو في ماتش برشلونه كان كويس. طاهر محمد طاهر عليه علامه استفهام بصراحه. انا مش فاهم الجزء الهجومي ده للنادي الاهلي في الشوط الاول. كان في حاله كده، حاله توهان. واللي ساعد النادي الاهلي في الشوط الثاني الحاله البدنيه اللي ظهر عليها انبي في الشوط الثاني. انبي وقع الشوط الثاني بدنيا، انبي وقع خالص. يعني حتى كمان كهربا خرج مصاب، علاء ميوب خرج، واخد بالك، علي ايهاب خرج، محمد عصام برضو خرجوا. اللعيبه وقعت بدنيا. فطبعا اهم حاجه للنادي الاهلي في المباراه هو 3 نقط مهمين للنادي الاهلي في بدايه الدوري، بدايه صعبه. وطبعا عموته كان هيتجنن على الخط. لازم حسين عموته يراجع افكاره من جديد.